الأخبار. هذا ما يأكده لنا زاد محامي بشير العكرمي ومعنا في المباشر نحاول نفهموا معاه سيد حمادي زعفراني الأستاذ في المباشر مآل القضية. صباح الفل أستاذ. صباح الفل امين، تحيه ليك وتحيه لسي محمد. شكرا جزيلا على التواصل. سيدي العزيز، خلينا نبداو ساعه وقتاش صار الايقاف البارح ثم التهم الموجهه، تعطينا اذا عندك جديد تفضل. هو تقريبا البارح مع 6 متاع العشيه وقع محاصره منزل بشير العكرمي. هذا المعلومه استقيتها من احد الاجوار واطراف عائلته، باعتبار وانه هو كان متواجد في المنزل، وبالتالي وقع محاصرة المنزل بفرق أمنية فيهم الزي المدني وفيهم على ما أظن رئيس المنطقة ومدير الإقليم تاع عريانة، وبالتالي وقع. هو كان هارب باش تقع المحاصرة ولا مش صعبتنا؟ كيفاش؟ هو كان هارب معناها على شنو هارب؟ لا فقط لأنه نسأل أستاذ العزيز علاش كيف نقولوا محاصرة وكأنه كان متخفي ولا لا مش هارب ساعة هو في منزل، انه هي تنجم تقول عمليه كما نتاع الافلام الامريكيه. أستاذ، هل يوجد أي إجراء هو سابق؟ يعني هل سبق أن صدر في شأن بشير العكرمي بطاقة جلب؟ هل تلقى استدعاء للنيابة؟ ما حد شيء. سي محمد نفسر لك، نعطيك شويه معناتها معطى لي انا حتى لتوا اللحظه هذه ما نعرفوش وين موجود بشير العكرمي وشنو التهم الموجهه لي. الحاجه الاكيده نحن يعني انت كمحامي تنفي معرفتك باي بربي سامحني يا مات، وانا جاي نسمع في احدى الاذاعات يقولوا انه التهمه الموجهه ليه تتعلق يعني باخفاء ملفات يعني ووثائق تتعلق بقضيه شهيدين. لا ما عنديش حتى توا. احنا هاني قلت سي محمد ما عنديش ياسر المعطيات اللي هي تتعلق بالايقاف هذا. ماشي نقول انا عنده مجموعه نتاع قضايا منشوره على مكاتب التحقيق، وفما اللي مشل فيهم وقع سماع، فما اللي هو مثلا وقع استئناف قرار القيام بالحق الشخصي في عده ملفات. فقط لا عندنا لا بطاقه جلب، وقداش من مره يجيه الاستدعاء باش العكمي يمثل ويجي، واحنا بيدنا كمحامين نمثلوا ونجي وناخذوا ونصوروا ونطلعوا على الملف ونحكي ونفهموا شنو هو ونحدوا موعد، مع العلم انه ديما في الملفات هذه باعتبار وانه بشير العكرمي راهو مازال يحافظ على صفه قاضي، هذا اللي يحبوا ينحيوه له على خاطر فما القرار نتاع الاعفاء. هذوما يعني جزئيات تقنيه معناتها، وفما قضايا مازالت منشوره في المحكمه الاداريه. بالتالي هذا هو الامل. اما الغريب في الامر البارح اللي يوقع انه وقع تفتيش منزله وهو موجود في السياره يعني بدون حضور، وقع حجز هاتف الجوال نتاعو والحاسوب، وقع نقله لجهه غير معلومه اللي احنا ما نعرفوش. توجهنا البارح حتى في الليل للنيابه العموميه بالمحكمه الابتدائيه بتونس، وهذا معناتها اجراء عادي قمنا به لما نلقاوش لا حد من ممثل النيابه العموميه باش يعطينا المعلومات. قلنا راهو بالكش موجود في سكنه الجورجاني، مشينا ساكنة الجورجاني كذلك ما لقيناش، ماهوش موجود، قال ماهوش عندنا. بالتالي لحد الساعه هذه لا نعرف لا هو وين موجود ولا التهم. هو صحيح وقع التداول على مستوى وسائل الاعلام، قالوا بالملف الشهيدين شكري بالعيد. ما عنديش حتى معطى، لانه الملفات اللي تتعلق بالشهيد شكري بالعيد والابراهيمي هذه ملفات منشوره امام القضاء وموجوده معناتها. فماش اللهم طلع ملف جديد احنا ما في بالناش به. هذا هو شنو معناتها بصفه عامه شنو اللي صار. احنا توا المرحله الحاليه نستناو توا تقريبا انه المحكمه الابتدائيه تفتح مع 8:30 تاع الصباح باش نشوفوا بالطبع على هل انها في علمها ولا ما علمهاش بهالايقاف هذايا او اذنت ولا ما اذنتش، وباش نعرفوا وين موجود على الاقل، باش نعرفوا نطمنوا على الاقل حتى عائلته اللي هي ما تعرفش عليه حتى شيء لحد الساعه هذه.